تقدر تاكلوا جلوتين والجلوتين مش مضر. بس قبل ما اشرح لكم اذا بدك نساعدك في سوبر هيومن لتوصل لاحلى جسم في العالم، ابعت كلمه سوبر او شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. هلا انا طول عمري بحكي على موضوع الجلوتين وانها خدعه تجاريه وانه ما في شيء اسمه الجلوتين مضر. خليكم معي بس عشان تفهموا. الان لازم تعرفوا في شغلتين، في ناس عندها مشاكل من القمح بسبب الالياف اللي في القمح وليس الجلوتين، واختلطت عليهم الامور. ناس عندها حساسيه على هاي الالياف الموجوده في القمح، هذا واحد. فمش لازم تشتري شغلات جلوتين فري، انتبه لالياف القمح. الشغله الثانيه، تعرفوا قديش نسبه الناس اللي عندها فعلا حساسيه على الجلوتين في الكره الارضيه؟ ما فيش رقم حقيقي، ولكن دراسات تحكي انهم ما بين نص بالمية الى اقصى حد 6% من البشريه اللي فعلا عندهم حساسيه على الجلوتين. غير هيك ما حدا عنده حساسيه على الجلوتين. هلا في تجربه انعملت في 2025، اسم هاي التجربه اذا بدكم تروحوا تدوروا عليها The Effect of Gluten and Wheat on Symptoms and Behaviors، منشوره في لانست. جابوا مجموعه كبيره من الناس اللي بيقولوا انه في عندهم حساسيه جلوتين، وكمان هدول الناس هم نفسهم قالوا انه وقت ما وقفنا الجلوتين صحتنا تحسنت وامعائنا تحسنت بس قطعنا الجلوتين. واعطوهم مجموعه من البارز، نوع فيه جلوتين ونوع ما فيه جلوتين، بس شكلهم زي بعض، طعمهم الاثنين زي بعض تماما، وقالوا لهم انه في شغلات فيها جلوتين وفي شغلات ما فيها جلوتين، كلوا وقولوا لنا شو عم بيصير معاكم. كانوا عم ياكلوا، والريبورت اللي طلع منهم كلهم بلا استثناء انه ما فيش فرق، ما حسوش بفرق. كانوا كل مره بياكلوا يعتقدوا انه اكلوا اللي ما في جلوتين، اكلوا اللي ما في جلوتين، فما صار معهم اي مشاكل وما اعطوا اي فرق لاي بارز اكلوها. تفسيرهم في البحث انه الشيء اللي احنا بنتوقعه هو اللي بيصير معنا وبيعمل عنا الاعراض، لانه الناس كلها صار في هجمه مؤخرا في الميديا وماركتينج والجلوتين والجلوتين والجلوتين، فصرنا لما ناكل اي شيء عارفين انه في جلوتين، اكلنا خبز ولا اكلنا قمح ولا اكلنا اي شيء في جلوتين، صرنا نحس انه راح انضر، تصير معك هاي المشاكل. واذا بدكم فعلا نساعدكم في سوبر هيومن لتوصل لاحلى جسم في العالم، تخلص من كل الامراض، ابعت كلمه سوبر او شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. واذا بدك تعرف كل اسرار الصحه تابع حسابنا. مع السلامه عليكم.